اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه، بس بعد اذنك يعني معلش، مصرف كيما الدولة بتحارب وتواجه فيروس سي ووزير الصحة اتفضل. لايك وشير وساعد على انتشار الفيديو. بني ادمين ما بقاش ليهم قيمه عندكم. اذا كان ده يرضي ربنا فحسبي الله ونعم الوكيل على كل مسؤول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. لأول مرة بقول لحضراتكم الفيديو ده مهم جدا لكل الناس اللي عايزة تعرف أسباب المرض اللي انتشر في محافظة أسوان وعن قرب هينتشر في باقي محافظات مصر. ولكن أنا بذكر حضراتكم بعمل لايك على الفيديو فضلا وليس أمرا عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس والناس تعرف حقيقة المرض اللي انتشر في محافظة أسوان. وهقول لحضراتكم في نهاية الفيديو كم عدد الوفيات في محافظة أسوان حتى الآن. ولكن في البداية أنا عايز أقول لحضراتكم، حد فاكر فيكم الشاب علاء مصطفى اللي كان في لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأحد الوزراء مجتمعين معاه أيضا؟ أكيد البعض من حضراتكم فاكر والبعض مش فاكر، ولكن عشان ما توهش حضراتكم تعالوا نشوفوا الشاب علاء مصطفى ونشوفوا وجه رسالة للرئيس وأحرج بها وزير أسوان وجميع المسؤولين. وفي نفس الوقت يا ريت ما تسيبوش الفيديو تطلع بعد ما تسمعوا الشاب علاء، لأن هثبت لحضراتكم كمان الواقع الصوت وصورة اللي كان بيتكلم عنها الشاب علاء مصطفى، وهوري لحضراتكم بالصوت وبالصورة مصرف المياه بيصب في نهر النيل بالصوت وبالصورة. تعالوا بس في البداية هنشوف كده الشاب علاء كان بيقول ايه ونرجع تاني نعقب مع حضراتكم. يلا بينا. ان شاء الله تفصل، هقولها وان شاء الله تفصل من شغلي. اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه، بس بعد اذنك يعني معلش، مصرف كيما الدولة بتحارب وتواجه فيروس سي ووزير الصحة اتفضل افتتح أماكن غسيل كلوي جديدة لارتفاع النسبة في مناطق أبو الريش والمناطق دي كلها، وإحنا نبقى صرف كيما كله في المية اللي بنشربها، وسيادتك تيجي لجنة تقول تمد المواسير جوه الميه عشان تجميل المحافظه. معلش يعني مش عشان تجميل المحافظه، ده عشان الريس ما يشمش ريحه الحاجه اللي هي اساسا بتنزل في الميه واللي احنا بنشربها. وهنا بعد ما سمعتوا طبعا الشاب علاء مصطفى، كتير من حضراتكم يتمنى ان يشوف مصرف او الصرف الصحي بتاع مصانع كيما هو وبيرمي في نهر النيل مباشرة. انا مش هحرم حضراتكم من حاجة وهفتح لحضراتكم الفيديو حالا. طبعا اللي قام بتصوير الفيديو ايضا شاب من شباب محافظة اسوان. الفيديو هعرضه لحضراتكم صوت وصورة، وهو ده المشهد اللي اتكلم فيه علاء مصطفى، هو ده المشهد اللي هعرضه لحضراتكم اللي هو اتسبب في مرض او الوباء اللي انتشر في محافظة اسوان وقادم حاليا على باقي المحافظات الاخرى، لان المياه عامة عندنا احنا في سوهاج هنا نازلة لا حول ولا قوة الا بالله، فيها رائحة غريبة وكريهة جدا. ولكن عشان ما نخرجش من قطار الفيديو او قطار الموضوع او صلب الموضوع، خلونا في موضوعنا وتعالوا بينا هنشوف صرف كيما هو بيرمي في نهر النيل مباشرة. يلا بينا. الصرف الصحي بتاع المحافظه كله بيصب في النيل بالشكل ده. هل ده يرضي ربنا يا مسؤولين؟ هل ده يرضي ربنا يا وزارة الصحة؟ هل ده يرضي ربنا يا سيادة الرئيس؟ ايه؟ خلاص البني ادمين ما بقاش ليهم قيمة عندكم. اذا كان ده يرضي ربنا فحسبي الله ونعم الوكيل على كل مسؤول يتسبب في اذى فرد. ومع الأسف الشديد يا سادة يا كرام، القصة اللي حكاها الأخ علاء مصطفى في بداية الفيديو على المشهد اللي شفتوه، مصرف الصرف الصحي اللي بيرمي على نهر النيل مباشرة، ده الواقع المرير اللي بتعيشه مصر منذ سنين طويلة مضت وما زالت إني بتعاني بيه حتى الآن، ولكن ما كانش فيه كشف أي حقيقة. ولكن من خلال الفيديو ده أكدت على حضراتكم إن سبب انتشار الوباء اللي بيعم علينا من وقت للتاني في أحد محافظات مصر
بيكون بسبب اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه نهر النيل. وهنا يا سادة يا كرام زي ما وعدت حضراتكم إن هعلن لحضراتكم حالات أو عدد الوفيات اللي تم وفياتهم في محافظة أسوان كما نقلت أحد المواقع. وإذا كنت شفتوا حضراتكم على السوشيال ميديا أو لسه البعض من حضراتكم ما شافش يعني 9 حالات وفيات أعلنت عنهم وزارة الصحة من داخل مستشفى أسوان. نتمنى من الله طبعا سلامة المصابين بالمرض ده، وندعو لهم بالشفاء العاجل، وندعو للمتوفين إلى رحمة مولاهم إن ربنا يرحمهم ويغفر ليهم ويسكنهم الفردوس الأعلى ويعتصم على قلب أسرهم جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. بفكر حضراتكم بعمل لايك على الفيديو فضلا وليس أمرا، ويا ريت تقدروا مجهودنا وتعبنا على الفيديو وتشيروا لنا الفيديو على أوسع نطاق. الله الموفق، الله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.